عمرك شفت تصميم حلو جدا بس أول ما عينك وقعت على التكست كل حاجة باظت، أو العكس تصميم بسيط جدا لكن الخط هو اللي شايل الشغل كله؟ وهو ده اللي هنتكلم عنه النهاردة. بالمناسبة أنا كنت عملت جزء أول من الفيديو ده عبارة عن تريكات الكتابة على فوتوشوب، وده يعتبر من أعلى الفيديوهات على القناة، فياريت تتفرج عليه بعد ما تخلص الفيديو ده وانت هتدعيلي من كمية أفكار الكتابة اللي هتبقى موجودة معاك. بس في الفيديو ده بقى هوريك تريكات وستايلات كتابة على فوتوشوب فعلا هتكون أول مرة تسمع عنها. يعني مثلا هتعرف تعمل الستايل ده أو ده أو حتى ده، وكل ده من غير ما تحتاج تحمل خطوط جديدة أو ملفات جاهزة. كل حاجة هتتعلمها خطوة بخطوة. يعني من الآخر لو أنت مصمم أو هاوي وعايز تلفت نظر العملاء بتوعك، فالفيديو ده هيساعدك تخلي التصميم بتاعك يتكلم لوحده حرفيا. فكل اللي محتاجه منك دلوقتي انك تركز معايا في الفيديو للاخر، لان اخر تريكايه تحديدا جامده جدا وهتدي شغل احترافي لاي بوستر او لوجو تعمله. فكفايه كلام لحد كده ويلا نبدا الفيديو. بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وانزل بالانترو. أنا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم. اول تركايه معانا واللي هنعرف ازاي نعمل فيها الكلام بالشكل اللي انا مش عارف اوصفه ده، بس عامه هو 3D بشكل صايع جدا. وعشان نعمل التركايه دي هنستخدم برنامج الاليستريتور، وهنجيب اداه الدايره من هنا. وعشان نرسم دايره مظبوط هنحرك الماوس واحنا مثبتين ايدينا على زرار الشيفت. وعشان نقسم الدايره نصين هنجيب اداه السكينه او النايف دي من هنا، ونبدا نرسم بحيث نعمل قطعه شكلها حلو. ودلوقتي عشان نفصل النصين مع بعض هنقف على الجزء اللي فوق ونعمل لاير جديدة ونحطه فيها بالشكل ده، ونعمل نفس الكلام في الجزء اللي تحت. وبعد ما نخلص هنكتب التكست هنا، ده مثلا اللي انا كتبته وده الفونت اللي انا استخدمته. هنبدأ نثبت ايدينا على زرار الشيفت ونحدد الكلمة الاولى ومعاها الجزء اللي فوق من الدايرة. ودلوقتي هندوس على كنترول الت سي وهتلاقيها بقت معانا بالشكل الجامد ده. هنكرر نفس اللي عملناه في الكلمة التانية، هنحددها هي والجزء اللي تحت من الدايرة عن طريق ان احنا هنثبت ايدينا على زرار الشيفت، وبعد كده هندوس على كنترول الت سي وهنلاقيها بقت معانا بالشكل ده. ودلوقتي هنحدد الشكل كله مع بعضه ونروح على Object ونعمل لها Expand، ونخليهم هما الاتنين في جروب واحد عن طريق ان احنا ندوس على كنترول وحرف الجي من الكيبورد. وعشان ناخد كوبي من الشكل هندوس على كنترول سي وبعد كده هندوس على كنترول شيفت في عشان نعمل بيست ان بليس. وهنبدأ دلوقتي ان احنا نصغرها ونخليها تحت بالشكل ده. وعشان نتأكد ان الشكل الكبير هو اللي فوق هنعمل كليك يمين Arrange ونختار Bring to Front. وممكن دلوقتي نغير لون الكلمة اللي فوق للون اللي احنا حابينه. انا مثلا هختار اللون ده. ودلوقتي هنحدد الشكلين مع بعض ونروح على أداة البلند وندوس انتر. بالنسبة للسبيسنج هنخليه specified steps ونخلي قيمتها 50 مثلا. وعشان يتطبق معانا البلند هندوس على كنترول الت وحرف البي، وبس ده الشكل اللي هيظهر معانا في الآخر. زي ما انت شايف طريقة الكتابة التحفة دي هتنفعك جدا في شغلك وهتميزك بشكل كبير جدا. فلو عايز تعرف بتتعمل ازاي كمل للآخر. أول حاجة هنجيب باك جراوند سودا بالشكل ده وهنكتب الكلمة اللي احنا عايزينها، وبالمناسبة ده الفونت اللي انا استخدمته. هنبدأ دلوقتي نخليها في النص وناخد منها كوبي وكمان كوبي ونخلي فيه تداخل ما بينهم بالشكل ده. وبعد كده هنعمل سيلكت عليهم ونكررهم تاني من كنترول وحرف الجي ونبدأ نسحبهم ونخليهم تحت بالشكل ده. ممكن نجمع كل اللايرز اللي احنا عملناها في جروب واحد من كنترول وحرف الجي. ونبدأ دلوقتي نروح على قائمة الافكتس عشان نعمل لهم ستروك، وهيكون السايز بتاعه 4 بكسل تقريبا، واللون ممكن نخليه نفس لون الكلمة. ودلوقتي هنقلل الفيل بتاعهم عشان نخليه صفر. وبعد ما نخلص هنخلي الجروب كله سمارت اوبجكت وهنعمل نيو لاير من فوق ونخليها كليب ماسك على اللاير اللي تحت. ونروح دلوقتي على أداة الجريدينت من هنا ونختار أي ألوان تعجبنا ونبدأ نسحب بالشكل ده. ونسيت أقولك إني قسمتهم على جروبين، فهنروح دلوقتي على تاني جروب ونكرر نفس اللي عملناه. ممكن بعد ما نخلص إن احنا نحرك الكلمة بالشكل ده وناخد اللايرز بتاعت الكلام اللي ورا دي ونحولها لسمارت اوبجكت. وده علشان هنروح هنا ونفتح قائمة البلور ونعمل لها جازيان بلور بسيط بالشكل ده. واخر حاجة هنعملها ماسك على اللاير ونجيب اداة الجريدينت ونتأكد انها معمولة على الشكل ده ونبدأ نسحب بالشكل اللي ظاهر قدامك كده.
وفي النهاية ده هيكون شكلها معانا. في التركية دي هنعرف ازاي نخلي شكل الحروف في الكلمة راكبة على بعضها كده، فمن غير ما نضيع وقت يلا نقول اتعملت ازاي. اول حاجة هنكتب اول حرف من الكلمة بتاعتنا، وده الفونت اللي انا استخدمته. هناخد دلوقتي كوبي منه عشان نكتب حرف اليو، بس هنلاحظ انه كبير جدا، فممكن ان احنا نصغره شوية بالشكل ده ونخليه تحت هنا كده، وناخد منه كوبي كمان عشان نكتب حرف الام ونخليها تحت برضو. والكوبي اللي بعد كده هتكون حرف البي ونخليها اخر لاير تحت بالشكل ده. ودلوقتي هنعمل نيو لاير فوق حرف اليو ونخليها كليب ماسك عليها، ونختار دلوقتي لون يكون غامق شوية، وبالبراش الفيدد هنبدأ نعمل كليكات بسيطة بالشكل ده. هنعمل دلوقتي نيو لاير فوق حرف الام ونعمل نفس الكليكات اللي قلنا عليها، وكالعادة مع حرف البي هنعمل نيو لاير كليب ماسك كليكات بسيطة. هناخد دلوقتي كل اللايرز اللي احنا عملناها في جروب واحد ونبدأ نكبرها بالشكل ده. طبعا في الديزاين ده الكلمة اللي فوق شكلها كويس وكل حاجة، بس يا ترى هيحصل ايه لو جربنا نعدل النقط اللي في الكلمة دي ببرجر مثلا او سلايز من الخيار والطماطم؟ وعشان نعمل كده هنضطر ان احنا نشيل النقط دي، وعشان نشيلها هنحول الكلمة لراسترايز تايب من هنا، ونيجي دلوقتي بأداة السلكشن عشان نحدد النقط ونبدأ ان احنا نمسحهم بالشكل ده. وبعد ما شيلنا النقط هنجيب دلوقتي صور البرجر والخيار والطماطم PNG يعني مقصوصة جاهزة، ونبدأ دلوقتي ان احنا نصغرهم ونحطهم في اماكنهم بالشكل ده. وفي النهاية هيكون معانا شكلها كده. في التركية دي هنكشف سر من أسرار القناة، وهي طريقة كتابة التايبوجرافي بتاعنا. فلو عايز تعرف هنعمل كده ازاي كمل الآخر. هنفتح دلوقتي نيو بروجكت أي مقاس ونكتب التكست بتاعنا، هنخليه بس باللون الأسود دلوقتي، وده اسم الفونت اللي أنا استخدمته. هنكتب مثلا كلمة تريكات وناخد منها كوبي كمان ونغيرها لكلمة من عالم تاني بالشكل ده. وممكن نوسع المسافات بين الحروف شوية عن طريق ان احنا نقف بالماوس في اي مكان ونعمل شيفت وحرف الجي. وعشان الكلمة تبان بشكل اكبر فمحتاجين ان احنا نلون الخلفية باي لون، فهنروح على قائمة edit fill ونخليها 50% جراي مثلا، ونتأكد ان البلند مود بتاعها على نورمال وندوس اوكي. ممكن دلوقتي نغير في لون الجملة اللي تحت للاصفر، والكلمة اللي فوق ممكن نخلي لونها ابيض مثلا. ودلوقتي هنروح على قائمة الافكس من هنا ونختار ستروك، ممكن نخلي لونه باللون الرمادي كده بلاش اسود، وهنكرر نفس التأثير على الجملة اللي تحت بالشكل ده. ودلوقتي هنجمع اللايرين مع بعض في جروب، ومن قائمة الافكس هنختار دروب شادو، هنخليه باللون الاسود بالشكل ده، ونخلي السلايدر بتاع الاوباسيتي 100% والسلايدر بتاع السايز بزيرو، ونبدأ نحرك الديستنس لحد ما نوصل للنتيجة اللي احنا شايفينها مظبوطة. ودلوقتي محتاجين ان احنا نغمق الجزء اللي تحت الكلام ده، فهنروح نعمل نيو لاير ونخليها تحت الكلام بالشكل ده، ونيجي بأداة البين تول ونرسم شكل بسيط زي كده، وندوس بعد ما نخلص كليك يمين ونختار ميك سيلكشن، وبعدها هندوس اوكي. ونبدأ دلوقتي نروح على قائمة edit fill ونخليها بلاك، ونقدر دلوقتي نشيل السلكت من كنترول وحرف الدي. ومحتاجين دلوقتي ان احنا نعمل جلو بسيط حوالين الكلام، فعشان كده محتاجين نخلي الستروك فلير منفصل عن التكست. فهنقف دلوقتي على كلمة ستروك اللي هنا وندوس على كليك يمين، ونبدأ نختار create layer، هنلاقيها بقت موجودة معانا في layer لوحدها بالشكل ده. فهنقف على layer التكست، ومن قائمة الافكتس نختار الاوتر جلو ونغير لونه للون الاصفر بالشكل ده، وممكن برضو ان احنا نقلل السايز شوية. هنكرر نفس الخطوات اللي فاتت على اللاير بتاعت كلمة تريكات بالمنظر ده، وبعد ما نخلص هنجمع كل اللايرز اللي احنا عملناها في جروب واحد، ونبدأ ان احنا نعمل لهم ستروك ونخلي السايز بتاعه 3 بيكسل مثلا، ونخليه باللون الاصفر برضو. وبعد ما نخلص هندوس اوكي، وهتكون معانا بالشكل الجامد اللي انت شايفه ده. واستنى، انت رايح فين؟ لسه ما خلصناش. هنجيب البراش الفيدد ونخلي لونها باللون الاصفر، ونبدأ نكبر البراش بالشكل ده، وبعدها ندي كليك في النص زي ما انت شايف كده، بحيث انها تعمل تأثير اللينس فلير، وده بيفرق جدا في شكل التكست. ومفيش مانع برضو اننا نضيف ايموجي كده مع التكست.
فعشان نعمل كده هنروح على موقع اسمه PNG Wing، وهتلاقيني سايب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت الفيديو. وده عبارة عن مكتبة كاملة للصور ال PNG، بس اللي يهمنا دلوقتي هي الايموجيز، فهنبحث عنها من هنا ونبدأ نختار الايموجي اللي احنا محتاجينه. انا مثلا هختار الايموجي ده، ونقدر بعد كده نحمله من هنا بكل سهولة. هنرجع تاني ونضيف دلوقتي الايموجي اللي حملناه على الكلام اللي معانا، ونبدأ نظبط الابعاد بتاعته بالشكل ده. وبعد ما نخلص هنضيف لها الستروك اللي باللون الرمادي الاول، وبعد كده هنضيف الستروك اللي باللون الاصفر، وفي الاخر ده هيكون الشكل النهائي. وبسرعة هنروح على التركاية رقم 6 معانا، وبنفس الفونت اللي هو G9 هنخلي لونه ابيض بالشكل ده، ونكتب الكلمة اللي احنا عايزينها. انا مثلا هكتب كلمة ديزاينر. هنروح دلوقتي نعمل لها راسترايز من هنا، وده علشان هنجيب أداة المستطيل عشان نحدد الجزء ده، ومن كليك يمين هنعمل layer via cut عشان نخلي الجزء ده في layer لوحده. ونروح على قائمة edit perspective wrap ونبدأ نحدد الجزء ده بالشكل اللي احنا شايفينه. وبعد ما نخلص هندوس على wrap من هنا. دلوقتي هنبدأ نظبط في أبعادها بحيث إنها تبقى موجودة على الجنب بالشكل ده، ونكرر نفس اللي احنا عملناه على الجزء الأول من الكلمة، وفي الآخر ده هيكون شكلها معانا. مش فاضل بس غير ان احنا نعمل شادو عشان تبان واقعية اكتر. فالجزء اللي هنا عشان موجود في كورنر كده هنخليه كله عليه شادو. فهنروح على قائمة الافكتس color overlay ونخلي لونه رصاصي فاتح بالشكل ده. وبعد ما نخلص ده هيكون الشكل النهائي. ودلوقتي هنعرف ازاي تعمل شادو للكلمة بتاعتك بالشكل الجامد ده. اول حاجة هناخد كوبي من الكلمة ونخليها سمارت اوبجكت بالشكل ده، ومن كنترول تي هننزلها تحت وندوس على كليك يمين ونختار ديستورت، ونبدأ ان احنا نحركها بالشكل اللي قدامك ده. ومن كليك يمين برضو هنبدأ ان احنا نختار الاختيار ده وبعدها هنحركها، وبعد كده هتلاقيها بقت معانا بالشكل ده. وعشان نعمل الشادو هنعمل نيو لاير ونخليها كليب ماسك على الكلمة، وبالبرش الفيدد اللي باللون الرصاصي هنبدأ نرسم الشادو بالشكل ده. وممكن برضو ان احنا نعمل اوتر جلو لكلمة شادو الاولى ونبدأ نظبط اعداداتها بالشكل اللي قدامك ده، وفي الاخر ده هيكون الشكل معانا. واخيرا وصلنا لاخر واهم تركايه في الفيديو، واللي فيها هتعرف ازاي تحول اي كلمه عندك للستايل الجامد ده وبشكل مجاني تماما. اول حاجه محتاجين ان احنا نفتح برنامج الالستريتور ونبدا نكتب الكلمه بتاعتنا باي فونت يعجبك. انا مثلا كتبت كلمه برجر جوسي، ودلوقتي محتاجين ان احنا نغير اللون. مثلا انا هخليه باللون الازرق، وناخد كوبي كمان منه من التو سيلكت ونغير لونها للون الاحمر بحيث يبقى في ما بينهم كونتراست عالي. بعد ما نخلص هنعمل اكسبورت، وبعدها هنعمل سيف فور ويب. هتفتح معانا الويندو دي، هنتأكد انها معمولة على بريسيت اسمها PNG 24. هنروح بسرعة على موقع ادوبي فايرفلاي ونبدأ نكتب في السيرش مثلا كلمة برجر. هنلاقيه طلع لنا الاربع صور دول، مش مهمين لينا دلوقتي. المهم دلوقتي ان احنا نخلي الموديل على فايرفلاي ايمج 3 ونقفل الفوتو من هنا برضو. وبعد كده هنروح على خانة الريفرنس ونرفع له صورة الكلمة اللي احنا عملناها، ونعلي البار بتاع السترينث على الاخر. وفي خانة الستايل ممكن نحط صورة البرجر دي PNG، وبرضه هنعلي البار ده على الاخر. ودلوقتي محتاجين نكتب برومت، فهنروح بسرعة على شات جي بي تي ونقول له ان احنا عايزين برومت احترافي بالانجلش لكلمة مصنوعة من البرجر ويكون شكلها واقعي. بس في البرومت لقيته انه كتب لي كلمة برجر هنا وانا مش محتاجها، فطلبت منه انه يشيلها. وده كده البرومت النهائي. هنبدأ ناخده كوبي، وبعد كده هنعمل له بيست في الموقع هنا، بعد كده هنعمل له بيست هنا، ودي كده هتكون النتائج اللي ظهرت معانا. وطبعا انت تقدر تطلع بنتائج افضل من دي بكتير لو اهتميت بالتفاصيل اكتر بتاعه البرومت. بس خلينا نجرب نعمل داونلود للصوره دي مثلا. بس للاسف بعد ما عملنا لها داونلود هنلاحظ ان الكواليتي بتاعتها ضعيفه جدا. وعشان نعلي الكواليتي هنروح على موقع اسمه بيكويش ونبدا نختار انهانس فوتو من هنا. هنرفع الصوره للموقع ونستنى عليه لحد ما يحمل، وفي النهايه دي هتكون النتيجه معانا في الاخر. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. بفكرك ان كل المواقع والادوات اللي اتكلمنا عنها هتلاقيها موجودة في الديسكريبشن. وما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب، ولو ما عجبكش اعمل شير وكومنت. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.